عز العرب تعال شوف الكرم، عندي كرة وهدف، عندي كرة وطرب. عز العرب تعال شوف الكرم، عندي كرة وهدف، عندي كرة وطرب. حي ليو ميسي. الارجنتين بتنهي احلام كرواتيا ولوكا مودريتش بالفوز بكاس العالم وتالق المعزه ليو ميسي. فرنسا بتقضي على احلام المغرب وبتكسبهم من نص النهائي وتالق جميع لاعبي المغرب وشرفتونا والله. نتكلم النهارده عن ماتشين نص النهائي وبعد كده نتكلم على طرفين النهائي، فرنسا بالاخص والارجنتين مع نفسهم كده، وبعد كده الفقره الامتع هنتوقع مين فايز بالبطوله. فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وما عادش حاجه عن 200 مشترك عاوزين نوصل لها، وعاوزين نوصل لحلم ال1000 وبعد كده حلم المليون. فخش لي يا ابني بالانترو عشان عندنا كلام كتير عاوزين نقول. هذا لا يوصف تاريخ. الله يا ميسي، هذا العملاق. كم من الدموع. كريستيانو رونالدو، فرنسا بطل للعالم. نبتدي باول ماتش معانا وهو ماتش الارجنتين وكرواتيا. عاوز اسال محمد جمال عليه، انت شفت الماتش ازاي؟ والله انا كنت متوقع ان الماتش هيبدا الفرقتين قافلين نص الملعب تمام، وان الكره هتفضل بقى محطوطه في نص الملعب اللي هو دول 90 دقيقه، ونوصل بقى اكسترا تايم ونخش بقى نلعب ضربات جزاء، ونفس السيناريو اللي هو بتاع كرواتيا ده انا اوصل ضربات جزاء واكسب بالظبط. بس يعني اتفاجئت ان الارجنتين نازله سايبه الكوره، ودي حاجه كانت مخوفاني لان ده نفس اللي البرازيل عملته بالظبط. سابت الكوره لكرواتيا وفضلوا يلعبوا وياخدوا الثقه وبتاع، حتى لما البرازيل سجلت هدف قدروا ان هم يرجعوا ويتعادلوا. فالارجنتين كانت سايبه الكوره، ودي حاجه كانت مخوفاني قوي يعني. ربع ساعه بس كده اللي هم مسكوا الكوره كان مودريتش وبروزوفيتش في نص الملعب، كوفازيتش أيوة اللي كان عامل ماتش كبير قوي، كانوا عاملين ماتش جامد. قدروا ان هم يعني ينقلوا الكوره بشكل كويس وبتاع، بس كان دايما الكوره بتوصل في الثلث الاخير للارجنتين وبيتم استرجاعها بسهوله، فدي حاجه مطمناني بقى عكس البرازيل بالظبط. يعني البرازيل كان لا بيتهاجم عليهم فاهمني، والارجنتين كانت دايما هي اللي بتنزل ماسكه الكوره وهي اللي بتنقل اللعب وكده، وكانت بتيجي في اخر ربع ساعه ولا حاجه بتقع يعني. الريتم بيقل بشكل كبير قوي يعني. شفناه قدام استراليا لما كنا متكسبانين 2-0 واستراليا سجلت جون وكانوا يجيبوا التعادل، بس الوقت تألق مارتينيز طبعا. وفي الماتش الثاني قدام هولندا كنا كسبانين 2 برضو، واللي هو في اخر ربع ساعه قدروا ان هم يرجعوا للماتش. فمش عارف بقى دي بدني ولا ده ابتدى سكالوني ولا ده ايه بالظبط، بس كان بيحصل وقوع كده في اخر ربع ساعه. فلا الماتش ده حصل العكس تماما يعني. الارجنتين سابت الكرة في اول ربع ساعه وبعد كده لسه استحوذت على الماتش كله من ساعه لقطه ضربه الجزاء اللي هي بتاعت الفاريز. انت شايفها ضربه جزاء ولا لا؟ يعني في ناس كتير بتقول لك مش ضربه جزاء ولا تدخل حارس وبتاع. انا اللقطه بتاعت الفاريز طبعا اللي هو غارت محور الماتش، بس انا برضه عاوز اتكلم في حاجه. لو انت تقفش عليها، انت ماشي ضربه الجزاء اتحسبت وكده، فانت تعوض بقى، انت توصل، انت وصلت كتير ومفيش مهاجم، مفيش حد يخلص لك اجوان. ماشي، انا مش عاوز برضه ان انا طول الماتش امسك في لقطه ضربه الجزاء، فضربه الجزاء بالنسبه لي ما فيهاش حاجه. ايوه اصلا هي ما فيهاش حاجه. دلوقتي طول الماتش اصلا ما اقنعنيش. لا وغير كده ضربه الجزاء فعلا هي ما فيهاش حاجه في ايه، اللي هو الحارس داخل انا رجلي ثابته في الارض والفاريز التحام عادي. لا حتى لو هي الحكم حسبها، حتى لو الحكم حسبها ماشي واتحسبت، مش هي دي خلاص. انت رحت كتير فاهم، انت رحت كتير وضيعت، بس ما فيش حد يخلص لك. ايوه بس يعني احنا بنقول بقى ان الماتش الارجنتين مسكته من عند لقطه ضربه الجزاء دي. عاوز برضه اتكلم في حاجه هوصلها لما نوصل للنقطه بتاعت كرواتيا. انت دلوقتي في 2018 كان عندك مانزوكيتش وعندك حتى بريسيتش كان في عزه، فاللي هو انت عندك فيرود، انما انت رايح كاس العالم ده ولا معاك فيرود ولا معاك اي حد يخلص لك، انت قدام ما فيش الا بريسيتش بس، بتعتمد بقى على نص الملعب بس. فانا كان قصدي يعني ان لقطه ضربه الجزاء دي هي اللي نقلت الماتش للارجنتين، وميسي دخل حطها بشكل كويس قوي. بعدها مفيش كام دقيقه والفاريز خد الكوره برضه. لا الحته بتاعت ليفاكوفيتش برضه واقف، انا داخل اسد ضربه الجزاء من ميسي وبتاع. ايوه لا انت شلت بس ده ميسي بالظبط بس برضه تشيزني شالها يعني، فهو كان داخل برضه بثقه وراح معاها على فكره، بس ميسي حطها في حته صعبه قوي. فاللقطه اللي بعدها برضه بكام دقيقه الجون بتاع الفاريز اللي كله بيقول لك جون حظ وبتاع، هي الكوره حباه يا جماعه يعني، الكوره حباه قوي. اقول لك على حاجه انت دلوقتي مثلا كمان 10 سنين او كمان 3-4 كاسات عالم هيجي يقول لك جون الفاريز، الجون ده يبقى جون تاريخي بقى، اللي هو انا صعدت ميسي واللقطه بتاعت الاحتفال كده، محدش هيفتكر تفاصيل الجون، هو مين اللي سجل اجوان؟ الفاريز وميسي. الارجنتين صعدت للنهائي، محدش هيفتكر بالظبط. فجه الجون الثاني وبعدها بقى ايه اللي كنت انا خايف من السيناريو اللي هو هيتكرر فاهم، نفس اللي حصل قدام هولندا واللي كان هيحصل قدام استراليا، فكنت خايف. بس لا يعني نزلنا الشوط الثاني اللي هو برضو الارجنتين كانت ماسكه الكوره، وكنت بتشوف بقى اللي هو ديبول كان متالق وباريداس ومولينا، حتى اللعيبه كلها كانت فايقه، كان باين الارجنتين فايقه في الملعب، وميسي كان فايق قوي قوي قوي. سكالوني التبديلات اللي عملها بقى اللي هو نزل ديبالا، نزل اللعيبه اللي ما اخدتش وقت كبير في الملعب، نزلهم في اخر 20 دقيقه اللي هم ادالهم بقى ايه يلعبوا يلا. وميسي برضو اللي هو شفنا الجون الثالث يعني حاجه رهيبه. انت المدافع اللي اسمه كان اسمه ايه؟ جافارديول احسن مساك في كاس العالم لحد ما لعب بالظبط، لحد ما لعب ميسي. بس يعني زي ما قلنا يعني اي مدافع في العالم كانه ما كانش قادر ياخدها. ميسي يا جدعان ما بيعملش سكيلز، مش اللي هو بيقعد يعمل لك بدلات ولا يقعد يرفع لك الكوره كده يمين وشوف، بس ما بيعملش كده. هو ميسي اللي عليه بيلف بجسمه ويرجع لك تاني، بيلف الناحيه الثانيه ويجي لك تاني دريبل، ما فيش حد زيه في العالم يعني.
الارجنتين ركبت الماتش وقدرت انها تخلص الماتش من بدري يعني، وكان باين لو من اول ربع ساعه سابت الكوره بس خلاص، لا احنا عارفين احنا عايزين نعمل في ايه الاخر انا خلاص بالظبط. والامكانيات اللي موجوده مع الارجنتين فرقت في الماتش، فدي كانت وجهه نظري في الارجنتين في الماتش ده يعني. انت بقى شايف كرواتيا ازاي؟ اللي هو يعني هم كده اللي هم عملوه ده انجاز، ولا كان في اكتر من كده، ولا كنت شايف ان هم يخرجوا من بدري يعني هو ده مستواهم فعلا يوصلهم لكده نص نهائي؟ ده كويس ولا؟ والله بص، الجيل ده من كرواتيا انا بالنسبه لي حتى قلت في حلقه التوقعات الجيل ده جاب اخره. انا عندي مودريتش 38 سنه، وعندي كوفازيتش شاب وكده، بروزوفيتش في اخره، فجفارديول شاب وكده، حتى سوسا ولا ساسا اللي كان باك شمال ده على الله. ومفيش بس على الحارس ليفاكوفيتش هو اللي فيهم وشالهم كتير، حتى مساكين عندك جفارديول وعندك لوفرين، برضو لوفرين خبره. هو نص الملعب بالنسبه لي هو اللي هيفرق معاهم، هو كوفازيتش وبروزوفيتش ومودريتش، الثلاثه هم دول الفرقه. وقدام بريسيتش بالنسبه لي من احسن لاعيبه المونديال. فانا بالنسبه لي كنت متوقع ان كرواتيا اخرها دور 16، فاللي حصل ده فرق، ده انجاز، ده انجاز بالنسبه لي، ده انجاز بالظبط. واللي هم كمان واصلين فاينل ايوه لا هو خلاص الجيل ده تمام وكده، اكيد مش هو ده انجاز، مش يعني. هو ده بالنسبه لي كده، هو انت كده حققت الانجاز زي ما انا قلت، انت في جيل في اخره فعامل السن وكده، فلا فالمفاجات اللي حصلت انت طلعت البرازيل وكده، فلا انت كده تشكر قوي. ونروح للماتش الثاني، ماتش المغرب وفرنسا، ولازم اقف عند المغرب وده حقها. اللعيبه دي عملوا اداء اسطوري وبطوله اسطوريه، وانتم متخيلين اللي فريق عربي ومنتخب عربي راح قبل نهائي كاس عالم طلعوا من فرنسا بطل النسخه اللي فاتت، فانتم متخيلين انا بقول ايه؟ هبدا كلامي معاكم من الاول خالص. كان معاهم كندا في المجموعه وبلجيكا وكرواتيا، وطلعوا اول مجموعه في مجموعه الموت. معاك بلجيكا مصنف تاني عالمي، وكرواتيا زي ما قلت لك وصيف كاس العالم اللي فات، ومعاهم جيل اسطوري في نهايته، فانت متخيل اللي حصل. حتى الماتش بتاعهم مع فرنسا كان فرنسا لها النصيب الاسهل في المشوار بتاعها قبل النهائي، انما المغرب كانت لعبت منتخبات تقيله، وشفنا منتخبات كبيره قدرت تطلعها وتعمل مفاجاه. فانت ايه رايك في الحوار ده؟ اتفق معاك، طريق فرنسا لنص النهائي كان اسهل بكتير. شفناهم في دور ال 16 بيلعبوا بولندا، كانت صاعده اصلا من المجموعه بفرق اهداف، ومنتخب ما كانش يستحق ان هو يصعد خالص لدور ال 16 اسف. وبعدها بيلعبوا انجلترا، واعتبر هو ده اصعب ماتش قابلوه في دور الثمانيه، وما كانش اللي هو الملحمه بقى اللي هو احنا متوقعينها وكده، لا نزلوا الماتش وعادي يعني، هم قدروا ان هم يكسبوا بسهوله فاهمني. انما المغرب على الناحيه الثانيه كانت بتلعب في دور ال 16 لعبت اسبانيا ولعبت 120 دقيقه ووصلت ضربات جزاء، فاللعيبه كانت اهلكت يعني فاهم. وبعدها راحوا لعبوا البرتغال، فكان ماتش صعب، وخرجوا كريستيانو بقى وكده والحوار ده، فماتشين صعبين قوي يهلكوا اي منتخب في كاس العالم فاهمني. وبعدها راحوا بقى ان هم لعبوا فرنسا في نص النهائي، فشفناهم حتى ظهر اللعيبه في الماتش، اللي هو انت كنت ملاحظ ان سفيان رابط كل ما يجي يباص الكوره بيقع، انت فاهم، بيختل توازنه، اللعيبه هبطت يا جماعه، وكان مشوار صعب قوي. وكمان طلعوا لنا لعيبه تقيله قوي قوي البطوله دي، زي سفيان مرابط واملاح وناحي، حتى زياش ظهر لنا، زياش بتاع اياكس مش بتاع الوقت. لا زياش يا جدعان اللي هو بفيد فرقتي وبخدم المنظومه، فده زياش بتاع اياكس مش زياش بتاع الوقت خالص. وتحيه كبيره لجمهور المغرب، اللي هو انا حاسس ان انا قاعد بلعب في الوداد، بلعب في الرجاء، بلعب في الملاعب اللي هي بتاعه المغرب، مش حاسس خالص ان انا بلعب في قطر. وده برده شابوت دوله قطر اللي هو ما حسسناش كده. الجمهور العربي كله من مصر من تونس من الجزائر من اي حته، حتى الجمهور بتاع اسيا كله كان بيساند المغرب، وكانت كل حاجه متسهله له. فشابوه المنتخب المغرب، وان شاء الله يجيبوا المركز الثالث. نيجي للفقره اللي قبل الاخيره، وهنتكلم عن طرفين النهائي كل منتخب بالاخص، ونشوف نقاط القوه والضعف في كل منتخب. فهنبدا بالارجنتين. فانت شايف الارجنتين نقاط القوه والضعف ايه؟ هبتدي معاكم بنقاط القوه للارجنتين، وطبعا بعيد عن ميسي نقطه قوه لوحدها كده في جنب، فالمنظومه الحاليه للارجنتين تحريكات سكالوني قادره ان هي تفيد المنظومه كلها. اي لعيب بينزل بيبقى موجود في ال11 اللي في الملعب بيفيد المنظومه. انت بتشوف في الماتشات ساعات بيبقى بادئ 3-5-2 بيلعب 4-4-2 4-3-3، بيقدر ان هو يغير في الماتش حتى ذات نفسه. فالمنظومه كلها قادره ان هي تخدم بعضها، وزي ما قلت اي لعيب بينزل من على الدكه هو بيتاقلم على المنظومه مره واحده، وبيقدر ان هو ينقل مع زمايله كده. واللعيبه برضو اللي من رايي بقت نقطه قوه للارجنتين بعيد عن ميسي زي ما قلنا، عندك الفاريز الراجل بنشوفه مسجل 4 اجوان في النسخه دي، وقادر ان هو يصنع الفرق مع الارجنتين بشكل كبير. حتى على مستوى نص الملعب انزو فرنانديز لعيب يا جماعه رهيب قوي، متعك وانت شايفه، بيقدر ينقل الكوره بشكل سهل قوي. عندك حتى على مستوى المساكين روميرو واوتاماندي الاثنين فايقين قوي، وحتى ليساندرو لما بينزل من على الدكه بيقدر ان هو يدخل في المنظومه على طول زي ما قلنا من شويه. ايوه في وفره في الاسامي اللي بتنزل وكلها بتقدر تصنع الفارق. عندك مارتينيز طبعا متالق قوي 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 مع الارجنتين. الروح يا جدعان، الروح بالظبط، الروح فارقه مع اللعيبه كلها. طب في السريع كده قول لي ايه رايك في نقاط الضعف بتاعت الارجنتين وممثله في ايه؟ عشان هي مش كتيره فهي بتتمثل في الباكات. يعني انت عندك الباكات الاربعه اللي موجودين على ناحيه الشمال تيليافيجو او اكونيا. لا هو اسمه اكونيا، ده توم وجيري لما كان بيجري كده. الاثنين يا جماعه مش اللي هم السوبر ستار فاهمني، ناقصهم حاجات كتير. عندك على ناحيه اليمين اللي هو مونتيل ومولينا. معلش مولينا ما حدش كان يسمع عنه. على حاجه مولينا هو بيأدي اللي عليه، بس هو انا ما عنديش حاجه اعملها، بالظبط وانا بعمل اللي عليا بالظبط. هو بيقدر ان هو مش السوبر، حتى الجون اللي جابه يعني مش اللي هو هنقول عليه بقى سوبر ستار، لا هو ميسي اللي مديله الجون يا جماعه. ونروح بقى نقاط القوه والضعف في فرنسا، وطبعا انت بتتابعهم اكتر مني فانت بقى تقدر تحكم.
معاك المايك. بص يا باشا، عاوز اتكلم معاك برضو من قبل ما كاس العالم يبدا واصابه كانتي وبوجبا. انا بالنسبه لي جريزمان اهم لاعب في فرنسا. انت حاسس بغياب بوجبا؟ لا. عندك كانتي، انت حاسس بغياب كانتي؟ لا. تشاوميني مقدم بطوله ولا اروع. جريزمان بالنسبه لي هو نص الملعب وهو كل حاجه في فرنسا. عامل احلى بطوله شفتها لجريزمان بعيد عن القرف اللي عمله مع الاتليتيكو السنه دي. زي ما قلت في حلقات قبل كده لما بلخص ماتشات فرنسا، ارجع شوفها لو ما شفتهاش، هتلاقيني بقول لك جريزمان من اهم لعيبه فرنسا النسخه دي من كاس العالم. كده كده مش هتكلم على مبابي. مبابي هداف كاس العالم مع ميسي وراجل لسه عنده 23 سنه وراح ياخد 2 كاس عالم. كريستيانو عاوز يبقى عيل من عياله، وميسي هيمشي يبيع هدومه عشان ياخد كاس عالم وباشا معاه 2. وقبل اي حاجه لازم اروح لجيرو. جيرو بقى الهداف التاريخي المنتخب فرنسا، معدى تيري هنري بعدد ماتشات اقل. اللاعب ده بالنسبه لي اندر ريتد بشكل كبير قوي. وعاوز برضه اروح للحته بتاعت الايجابيه بتاعت الوفره في الاسامي. فرنسا عندها دكه كبيره وعندها دكه تقيله، وحتى لما انت شفت هرنانديز باك شمال جاله صليبي، لا ده تيو هرنانديز نزل اخوه وشفت خلص لك ماتش المغرب بهدف ولا اروع. لوكا هرنانديز اللي اتصاب ونزل مكانه تيو. وحتى برضه انا شايفها نقطه قوه وضعف، وهي كوندي في الباك اليمين. الراجل في الدفاع جامد بس هجومي مفيش. وعاوز اروح لحته برضه هي نقطه قوه ونقطه ضعف في نفس الوقت، وهي حته الشباب. والشباب كتير قوي في المنتخب. ازاي اللعيبه عندك الشباب في قرارات ليهم بتبقى غلط في اوقات كتير في الماتش، بس هما برضه بيديك قوه في وقت كتير اللي هما مفيش اجهاد مفيش تعب، وبيقدروا يكملوا معاك ال 120 دقيقه. ونيجي لنقط الضعف في فرنسا اللي بتتمثل في الركنيات والكور الثابته اللي بتتحسب لهم وبتتحسب عليهم. شفت بتتحسب لهم كورات ثابته كتير وما بيستغلوش منها اي حاجه في ظل وجود جيرو كوناتي مساك اللي هو الطويل وجسمه وكده، فانت اكيد لازم تستغل حاجه من دي. وعندك كوندي برضه باك يمين، فانت لازم برضه تستغل ده. والكورات اللي بتتحسب عليك، شفنا المغرب اي فاول بيروح او اي ركنيه لا ده بتشكل خطوره كبيره، ولوريس برضه تطلع تمسكها تقع منه وكده، فبتشكل خطوره بشكل كبير جدا. وحاجه زي دي الارجنتين هتلعب عليها اكيد، وسكالوني واخد باله منها. فانت المفروض يا عم ديشام تاخد بالك. في سؤال صعباني لازم اساله لك، انت شايف المواجهه بتاعت فرنسا والارجنتين 2018 في دور ال 16، ايه الفرق ما بينها ساعتها وايه الفرق ما بين مواجهه النهائي الوقت؟ ما عنديش كلام كتير اضيفه. هي نفس النقطه اللي اتكلمت عليها في نقطه الايجابيات والسلبيات. المنظومه يا جماعه، المنظومه ساعتها ما كانتش كامله في 2018. على الناحيه الثانيه بقى فرنسا كانت المنظومه بتاعتها كامله بشكل كبير من ناحيه الخبرات ومن ناحيه اللعيبه السوبر اللي كانت موجوده. ماتويدي وامتيتي كان موجود ساعتها، يعني كان من احسن مدافعين العالم، وكان كانتي وبوجبا وكان جريزمان بقى في عزه ومبابي كان لسه، فلا كان يعني كان جيل متكامل لفرنسا. نيجي للفقره الامتع اللي تمسكوها علينا وتخش في الكومنتات تقعد تشطفونا بيها ونتوقع مين بطل كاس العالم. ايه الدنيا؟ ان شاء الله 2-0 للارجنتين. 2-0. ايوه انا في سكور لفرنسا وان شاء الله 3-1 لفرنسا. لا ان شاء الله 2-0 للارجنتين. مش عارف انا بقول كده ازاي جايب الثقه دي منين دلوقتي، بس هو نفس الشخص اللي قدامكم ده. ان شاء الله ربنا يستر معايا. 3-1 فرنسا. وبس كده حريفه نكون وصلنا لنهايه الحلقه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. وتابعنا كل حساباتنا في السوشيال ميديا، فيسبوك وانستجرام وتيك توك وسناب شات. وتابع حساب محمد جمال الجديد وقناته الجديده اسمها لك تحت في الديسكربشن، لسه جديده وعاملها. هنولع الدنيا. يلا بينا كوره. وبس اشوفكم في حلقه جايه. السلام عليكم.